أهلًا بيكم في فيديو جديد، النهارده هنتعلم إزاي نعمل الظرف ده، هو سهل أوي وشكله جميل في الحقيقة فعلًا تحفة، ومناسب لهدايا كتيرة أوي، ممكن يكون هو لوحده هدية وممكن نستخدمه طبعًا نحط فيه جواب أو صورة أو أي حاجة. أول حاجة هنحتاجها أنا استخدمت إليزا ديفا قطن أبيض وإبرة مقاس 2 تقدري تغيّري الألوان طبعًا براحتك، والخيط كمان لو أنتِ حابة تستخدمي خيط تاني عادي براحتك. أول حاجة عملتها عملت سلسلة من 36 غرزة، بعد كده هنشتغل من تاني غرزة على الإبرة، أنا عملت كلها غرز حشو. الحشو بيدّي شكل أحلى، يعني كان ممكن نعملها عمود بحيث ينجز بسرعة، بس دايمًا الحشو باحسّها بتدّي شكل أقيم للشغل بتاعي. من تاني غرزة على الإبرة وهابدأ أعمل غرز حشو. طبعًا أنا كنت عاملة 36 ولمّا هاشتغل من تاني غرزة يبقى أنا هاشتغل فعليًا في 35 غرزة، يبقى هنشتغل دايمًا 35 لحد الآخر أو لحد آخر السلسلة بتاعتنا، يبقى عددهم 35 غرزة. وده هيكون شكل الصف بتاعي بعد ما خلّصنا ال35 غرزة. نحاول نتأكد إن إحنا عملنا كل الغرز ما نسيناش أي حاجة. الصف اللي بعده هنعمل سلسلة واحدة بس وبعدين نلف الشغل بتاعنا، وفي أول غرزة عندي هنعمل غرزة حشو، ونكمل برضو غرز حشو من غير ما نزود ومن غير ما نقلل، يعني هنعمل 35 غرزة برضو لحد النهاية. 35 غرزة، نحاول نتأكد إن أول غرزة وآخر غرزة عملناهم ما زودناش غرزة في النص ولا أي حاجة. لو أنتم لسه مبتدئين خالص، يعني دي أول حاجة مثلًا أو تاني حاجة تعملوها، بعد كل صف عدّوا الغرز بتاعتكم، بحيث إن هي لو قليلة مثلًا غرزة نسيناها أو غرزة زوّدناها، نلحق نفسنا ونعيدها على طول. وبعد الصفين دول المفروض إن أنا هاكمّل 36 صف كمان، بحيث إن أنا يكون عندي قطعة مستطيلة كده مكوّنة من 38 صف، كل صف 35 غرزة حشو، تمام؟ هنركن دي بقى على جنب ونبدأ نعمل القلب وبعدين نرجع لها علشان نقفّل الظرف تاني. يالّا بينا نعمل القلب. علشان نعمل القلب بسيط خالص، مش محتاج skills كتيرة أو مهارات كتيرة. هنحتاج خيط أي لون يعجبك، أنا اخترت الأحمر برضو إليزا ديفا قطن، تمام، وبنفس الإبرة بتاعتي وهعمل دايرة سحرية. ماشي، وبعدين هنعمل 3 سلسلة كده، عملت 1 ننزل بس الدايرة علشان نظبطها على قد ايدينا، وبعدين نعمل 2 3، وبعد كده هعمل 4 عمود في الدايرة السحرية. المفروض أنا محتاجة أصلا هنا 5 عمود، بس السلسلة بتقول 3 هي بتساوي عمود، فأنا كده معايا 1 المفروض هعمل 4 كمان. كده 1 2 3 1 كمان، يبقى احنا كده عملنا 4 عمود. بعد كده هعمل 3 نص عمود برضو في الدايرة السحرية بتاعتي. كده 1 بعد كده 2 وآخر واحدة معانا هتبقى التالتة. بعد كده هنعمل 3 سلسلة، 1 2 3، وفي الدايرة السحرية هعمل 3 نص عمود تاني. دي 1 2 3، وبعد كده هعمل 5 عمود. 1 2 3 4، وبعدين 5، وهقفل العمود ده كله بمنزلقة جوه الدايرة بتاعتي. وبعدين طبعا الفراغات دي هنسحبها من ورا بالخيط اللي كان طالع ده، هتتدارى خالص. هنسحب بقى كويس قوي علشان ما يبقاش فيه اي فراغات، طبعا هنقص الخيط خلاص مش هنحتاجه، بس نسيب لنفسنا مساحة شوية علشان لما نيجي نداريه من ورا
اعرف اتحكم فيه، يعني ما يبقاش قصير قوي بحيث ما اعرفش اداريه. نسحب كويس، نتاكد ان احنا مفيش، بصوا مفيش فراغ اصلا. بصوا دي من ورا مفيش اي خيط، كانها اصلا يعني مفيش خيط خالص طالع منها. دي سهله خالص. انا هربط الخيط بتاعي ده مرتين، يعني هربطه عقدتين كده. ليه؟ علشان يأمن لي الدايره ما تفتحش تاني، لان ممكن مع الوقت تلاقوها الفراغ فتح تاني. انا اما اربطه خلاص هي كده مش هتفك اصلا يعني. فكيت اهو، ربطت مره ومره كمان. بعدين هنجيب الابره بتاعتنا اللي هي الرفيعه، ابره التنظيف. ماشي، وهندخله من ورا في ظهر القلب من ورا، هنحط فيه الخيط بتاعي ده. انا دايما لما يكون الخيط قصير شويه مش طويل قوي، بدخل الابره الاول وبعدين بحط فيها الخيط واسحبها بقى من الناحيه التانية. خدناها وعديناها من الناحيه التانية ونسحبها بره الجنب بتاع القلب ده خالص. والتانية هعملها بنفس الشكل برضه. بعد كده هقص الخيوط الزياده اللي طالعه، مش هحتاجها تاني. خلاص كده، ده القلب بعد ما خلص. انا عملت كذا واحد لان انا هعمله زي فرع كده او حاجه. يلا بينا نقفل الظرف علشان يبقى شكله فعلا ظرف، ما يبقاش قطعه مستطيله. هنتنيها نصين. ماشي، شايفين انا ابتديت من الجنب، عملت نصين اهو. وهجيب الماركر وبعدين هحدد الغرزه الاولى من هنا والغرزه الاولى من هنا، علشان بس تمسكهم لي في بعض، عشان لما اجي اقفل ان شاء الله احنا هنقفل بغرز منزلقه ما تتعوجش مني او يبقى في غرزه فلتت او كده. تمام اهوت. طيب من النص بقى بالظبط، وهنشتغل الغرز المنزلقه زي ما اتفقنا. هنجيب نفس الخيط الابيض بتاعنا ونفس الابره بتاعتنا برضو اللي هي مقاس 2، ونستخدم او ندخل في اول غرزه عندنا خالص وناخد الغرزه اللي قصادها على طول. تمام. وكأن الخيط كان موجود معايا، يعني كأن انا مش قاطعه الخيط عادي خالص، وهنبدأ نشتغل بيه. هنعمل كده سلسله ولا حاجه، وبعدين نبدأ بقى كل غرزه والغرزه المقابله ليها ونقفلهم بمنزلق. خلوا مره الخيط اللي هو اللي تحت ده مره من فوق الابره ومره من تحت الابره، ماشي، عشان ما يفكش مني. ادي اهو انا عماله شغاله بمنزلقه الغرزه دي والغرزه المقابله ليها، الغرزه اللي جايه واللي مقابله ليها. ما نعملش الغرزه واللي مش مقابله ليها، يعني مثلا ناخد اللي جنبها او اللي قبليها، ما ينفعش. ونركز ان احنا ما نزودش، يعني ما نزودش غرز، يعني مثلا قفلت في واحده اهو ندخلش في نفس الواحده دي واشتغلها تاني، مش هينفع. وهنكمل بقى لحد نهايه الماركر او لحد نهايه الصف عند الماركر. خلاص كده دي اخر غرزه معانا. بصوا ده شكلها لما هنتنيها اهي. تمام، خدت شكل المثلث بتاع الظرف. هنتني الجزء التاني ازاي؟ بصوا انا خدت الطرف ده وقربته عليهم. تمام، نعملها مره كمان اهو. بصوا بقرب الطرف اللي تحت على طول، اللي مقابل ليهم، وبقوا كلهم مع بعض كده زي السمبوسه او حاجه. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنعمل يعني ندخل الابره عادي معانا، وبعدين نعمل غرزه سلسله كده كمان. ماشي. وبعدين في اول غرزه عندي، في اول غرزه خالص هاخدها، دخل الابره فيها، وبعدين ناخد الغرزة اللي هي كانت اخر غرزة عندي هناك. تمام، يعني اخر غرزة دي هدخل فيها 2. ماشي. طيب نعملها مرة تانية. انا دخلت الابرة اهو معايا عادي، واخدها في اول غرزة، وبعدين في اخر غرزة في الجنب اللي هناك، ونشتغل بقى غرز منزلقة تاني.
ونكمل زي ما عملنا التاني بالظبط. يعني انا هنا هدخل في الغرزة دي والغرزة المقابلة ليها واعمل منزلقة، ونكمل لحد النهاية زي اول جنب عملناه بالظبط. خلاص دي اخر غرزة معانا. عملت غرزة كمان كده للتأمين يعني، وبعدين هنقص الخيط ونسيب لنفسنا برضو مساحة علشان لما نحب نداري الخيط نقدر نتحكم فيه بالراحة جدا جدا وانتي بتقلبي الظرف بتاعك، علشان ممكن يعني يفك من بعضه مثلا او يوسع شوية. فاحنا مش عايزين كده خالص، عايزين بالراحة نتعامل معاها بالراحة خالص. خلاص لو الحتت اللي تحت دي مش عارفة تظبطيها بمقص او بإبرة، برضو ما يكونش حاد قوي يعني، ونزقها كده شوية تمام عشان يديني الكورنرز تبقى مظبوطة. خلاص اهو ناقص بس نحط القلب علشان يبان. تمام خلاص كده. بعد ما ظبطتها اهو هنجيب القلب بقى، ممكن تخيطيه لو انت حابة، بس انا بصراحة استخدمت الشمع لانه سهل يعني سريع شوية الشمع. هنجيب المسدس نقطة صغيرة جدا يعني، متكتريش. تمام وبسرعة نلزقها بس كده خلاص. تقريبا خلص مش محتاجين نزود فيه اي حاجة. بس هحطي بقى فيه، استخدمي زي ما انت عايزة، ممكن تحطي فيه صورة، تحطي فيه جواب او كده. لو عايزة تقفليه حطيه من جوه. تمام هيتقفل ويبقى شكله جميل خالص. بالنسبة بقى للقلوب فاحنا ممكن نعمل بيها فرع يبقى شكلها حلو قوي، لو عايز تعلقيها مثلا في أوضة أو حاجة، أو كمان ممكن تبقى بوك مارك على فكرة، اللي هو بنحطها في الكتاب عشان نعرف الصفحة، تبقى حلوة خالص. أنا عملت جبت الخيط نفس الخيط بتاعي اللي بتاع الجواب، وعملت منه سلسلة. خليت ما بين كل سلسلة وسلسلة مثلا 8 سوري كل قلب وقلب 8 أو 9 غرز. تمام علشان بس ايه هما صغيرين اصلا فما نزودش قوي يبقوا مش باينين، فانا حبيتهم جنب بعض اكتر. كده خلصت السلسلة بتاعتي، هجيب اي قلب منهم في النص، او يعني ايه في الغرزة المنزلقة، لو مش هتيجي معاكي مظبوطة ممكن نعملها في النص. تمام وهنعمل غرزة حشو اهو، هيبقى شكلها حلو قوي. تمام طيب هنعمل سلسلة كمان، اعملي الطول اللي انت عايزاه، نعملهم 8. وهنجيب قلب كمان وندخل في النص بقى كده زي ما قلت لك، يعني دخليها في المنزلقة او في النص. ونعمل غرزة حشو ونكرر اللي عملناه تاني، على لو عاملة بقى 100 قلب اعمليهم بنفس الشكل ده. تمام نكمل بقى نكمل لحد ما يخلصوا كله. ده شكلها هيبقى حلو قوي قوي لما تتعمل كفرع، تحفة. خلاص اهو خلصتهم، وده شكله.
بس اتمنى الفيديو يكون عجبكم ويا ريت تقولوا لي رأيكم في الكومنتس. سلام.